السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى وأغلى إخوات في الدنيا، رجعنا لكم تاني يا أجمل إخوات. إن شاء الله بإذن الله المحاضرة رقم 2 في الكورسات اللي إحنا اتفقنا فيها مع بعض. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو اللايك الجميل لأبو سما والشير، وإن شاء الله النهاردة هنعرفكم قصة إسدال أوفر سايز بالقوانين بتاعتها بالأساسيات خطوة بخطوة. تمام؟ بس قبل ما أبدأ كده معاكم أنا أعمل لكم إن شاء الله بأمر ربنا خبر جميل جدا يا حبايبنا، هيفرحكم وهيفرح جميع المتابعين الجدد والمشتركين. انا بجهز في كورس تصاليح مكون من 20 محاضرة فيهم كل جميع التصاليح اللي دماغكم تتخيلوها، وهنطلعه برضه ب 100 جنيه. احنا جاري في تجهيز الفيديوهات، وان شاء الله الادمن والتيم بيظبطوا في الفيديوهات الوقت يا حبايبنا. واول ما تنزل هطلع معاكم اعمل لكم لايف اقول لكم الفيديوهات بتاعه كورس التصاليح جاهزة. اللي عاوز ياخدها سواء مشترك في الكورس ده او مش مشترك هيقدم عادي، هيدفع ال 100 جنيه برضك وياخد كورس التصاليح كامل. تمام يا اجمل اخوات؟ اتفقنا على كده. هنبدا بقى درس النهارده ان شاء الله في الاسدال الصله اوفر سايز خطوه بخطوه عشان خاطر المبتدئين. يا ريت بالله عليكم الاقي دعم لاخوكم عشان تخلوني ان انا اكمل في السلسله بتاع الكورس اللي انا بداها معاكم، ما تهبطونيش بالله عليكم. تمام؟ انا متحمس من الصبح بجهز للفيديو، فبالله عليكم محدش يهبط ابو سما كده، وعاوزكم تشجعوني. لايك الجميل، التعليق، الشير. اول حاجه ان شاء الله هنبدا نعملها، بنبدا نرفع المقاس بتاعنا لاي حاجه. بنبدا ناخد المقاس من هنا لحد الطول الاساسي اللي هو من هنا لحد تحت خالص. الطول ده يا اجمل اخوات بنزود عليه 10 سم للاسدال، لان الاسدال بيحب الطول لمس الارض عشان الصلاه. تمام؟ تاني حاجه بناخدها، بناخد الوسع بتاعنا. احنا بناخد الوسع في الاساس كامل كده ونقسمه على 4. تمام؟ في الاسدال بنقسمه على 4 وندي براح 10 سم مش 5 سم. تمام كده؟ تمام. بنبدا ناخد دوران الرقبه بتاعنا، احنا بناخده في الجلابيه بتاعتنا كده وبنحط صباعين. في الاسدال 4 صوابع. ليه؟ عشان الاسدال هيبقى له طرحه يا حبايبنا عليه. تمام كده؟ تمام. والوسع الاساسي بيجي من تحت. وسع الديل بتاع الاسدال ما يقلش عن 80. تمام؟ يلا يا اجمل اخوات، احنا ما قسناش عرض ظهر بمزاجنا عشان احنا هنعمل اوفر سايز. ركزوا بقى يا اجمل اخوات في الخطوتين بالنسبه لاهم نقطه المتابعين بيسالوا فيها. بيقول لي يا ريت يا ابو اسامه تعرفنا كميه القماش اللي هنستخدمه في الاسدال ايه. كميه القماش يا حبايبنا اللي هنستخدمه في الاسدال بتاعنا هيبقى ايه؟ 3 متر ونص قماش عرض 75. تمام؟ 3 ونص قماش عرض 75. بالله عليكم يا اجمل اخوات ما تهبطوش ابو اسامه، وخليه يبدا معاكم يمشي معاكم في السلسله زي ما احنا ماشيين. هيبقى مواعيد اللايفات بتاع الكورسات دي اللي احنا نعملها مع بعض على الفيس لاي حد مجانا، بتبقى جزء قص بس. اللي عاوز كورس كامل هيكلمنا يقول لي عاوز اعرف الكورس يا ابو سما ابو 100 جنيه اللي فيه ال 40 محاضره بتوع القص والتقفيل. تمام؟ فان شاء الله اول خطوه هنبتديها مع بعض. ركزوا بقى كده يا حبايبي. يا سام ادي التليفون لامك يا سام. دقيقة واحدة. تمام كده يا اجمل اخوات؟ ركزوا بقى مع ابو سما كده خطوه بخطوه. في الاول اول حاجه بناخدها في الاسدال بتاعنا بندي البراح بتاع الطول. تمام؟ دلوقتي لو هتبتدي كورس وهتاخدي اول خطوه في الاسدال بتاعك، بتبداي تعملي ايه؟ تساوي القماشه بتاعتك الاول قبل اي كلام. اهي في التعليم خلاف ان انا بقص على القناه. انا كنت الاول بقص في الصفحه، اخد الطرحه الاول وبعدين ارجع اقيس المقاس. لا مش كده. ركزوا بقى كده معايا خطوه بخطوه. اللايك والشير يا اجمل اخوات في الدنيا. بصوا يا حبايبي، اول حاجه هنبدا ناخدها ال 10 سم بتوع الزياده اللي على الطول. يبقى احنا كده عملنا ايه يا ابو سما؟ اول خطوه عملناها. لو هتشتغلي اسدال سنه ل 100 سنه اشتغلي بنفس الطريقه. انا بعمل لكم الباترون الاساس اهو. هنبدا يا حبايبنا ايه؟ بصوا يا اجمل اخوات اهي دي ال 10 اللي هم زياده على الطول بتاعنا. تمام كده؟ تمام. هنبدا تاني خطوه معانا هنعمل ايه؟ هنبدا نقيس من فوق ال10 هنا كده للطول الاساسي بتاع الاسدال بتاعنا. تمام؟ ونعلم علامه. الطول الاساسي
للاسدال من اول سمول لحد 4 اكس لارج ما يقلش عن كام؟ 145 سم. 145 سم ان شاء الله باذن الله. انا عندي يقين في الفيديو ده ومتاكد طبعا بعد ربنا، عندي ثقه كبيره فيكم وفي المتابعين ان انتوا هتوصلوا الفيديو ده على الصفحه ان شاء الله الرئيسيه. تمام؟ يبقى احنا كده خدنا الطول اهو. تاني خطوه بنبدا نعملها، بنبدا نقص الطول يا حبايبنا الاساسي بتاعنا اهو. انا كده ماشي معاكم كشغل ابتدائي. اللي عاوز تقفيل على المكنه هيخش بقى معانا في الكورس. وبالنسبه لكورس التصاليح يا حبايبنا اروع مما تتخيل. كورس التظبيط ده ان شاء الله وقت ما نجهزه هنعمل لكم لايف على الهواء مباشر ونعرفكم ان الكورس جاهز، اللي عاوز يقدم فيه ان شاء الله عن قريب، يعني مش هيتاخر عن اسبوعين او اسبوع باذن الله. تمام؟ تالت خطوه بنعملها، بنبدا نفتح بقى القماشه اللي احنا عملناها دي اهي. يبقى احنا كده قعد معانا ايه؟ قطعتين بتوع الباترون بتاعنا، لو هتشتغل على الباترون او هتشتغل على القماش. يبقى كده قعد معانا ايه؟ قطعتين من القماش، واحده مكونه من صدر وواحده مكونه من ظهر. ركزوا بقى قوي في الخطوتين اللي جايين دول يا اجمل اخوات اهي. هنبدا نعمل ايه؟ هنفردهم زي ما هما كده اهو، مش لوحدهم زي بتوع الجلاليب، في قلب بعض. شايفين اعمل ايه؟ في قلب بعض اهم، حاططهم في قلب بعض اهو يا حبايبنا، وبرجع اقسمهم من النص كده اهي. تمام كده يا اجمل اخوات اهي. احنا كده ماشيين خطوه بخطوه اهو. ان شاء الله هتبقى المحاضره الثانيه في الكورسات، ومواعيد الدروس زي ما انتم عارفين يوم الثلاث ويوم الجمعه الساعه 2:30 ظهرا. تمام؟ يبقى احنا كده نتوكل على ربنا يلا ونبدا يا اجمل اخوات. بصوا يا حبايبنا، هنجيب دوران الرقبه بتاعنا. قبل ما نعمل اي حاجه وانت واقفه بتقصي الاربعه دول، 1 2 3 4 يبقوا في عكس اتجاهك المفتوحين. اول خطوه هنبتديها هناخد دوران الرقبه. بصوا بقى يا حبايبي، دوران الرقبه بتاع الاسدال بنبدا ناخد الدوران اهو. بنبدا ناخد الدوران بتاع الرقبه. خدنا الدوران اهو. تمام؟ ده مسافه الدوران يا اجمل اخواتي ال 48 اللي مع ابو سما. يا ريت تنصفها ابو سما في الفيديو ده. بنبدا نقسم كده الواحد اهي، كده قسمنا مرتين، نقسمها كمان مره. يبقى احنا كده قاعد معانا ايه؟ قاسمينها على 4. ونبدا ناخد المسافه اهي بتاع الاربعه دي في ايه؟ في العرض. العرض اللي هو كده 4 سم اهو يا اجمل اخوات، وناخد علامه. تمام؟ تمام. طب بننزل نزول كام في الظهر يا ابو سما؟ النزول في الظهر يا اجمل اخوات بننزل اساسي 3 سم للاطفال و3 للكبير. تمام كده؟ مفيش اي حاجه تتوه، ماشيين خطوه بخطوه مع بعض اهو. بنحط المسطره من الخارج، خلي تجويفه المسطره في الخارج اهي، ونبدا ناخد دوران الرقبه. ركزوا يا اجمل اخوات كده، احنا ماشيين خطوه خطوه مع بعض. بالنسبه للكورس المتاح حاليا بتاع تعليم الخياطه، قص وتقفيل على المكنه 40 موديل. اللي عاوز يقدم هيقول لي يا ابو سامع عايز اخش الكورس بتاع تعليم الخياطه من الصفر. تمام؟ الكورس ب 100 جنيه. هنبدا بقى في ايه؟ في الخطوه الثانيه. احنا دلوقتي خدنا دوران الرقبه والنزول للظهر بس، للظهر بس. هنبدا نيجي نعمل ايه؟ هنقيس من بره بقى هنا من ناحيه الاربعه، 1 2 3 4. هننزل نزول ثابت كام؟ 4 سم. نزول ثابت 4 سم. تمام كده يا اجمل اخوات؟ يا ريت شير لللايف ده، تنصفها ابو سما في الفيديو ده بالله عليكم اهي. ونبدا ناخد مسافه هنا نوصلها بنقطه الرقبه الرئيسيه اهي. يا رب يكون كده التصوير واضح والكاميرا واضحه والشرح باين وبسيط. تمام؟ اهم حاجه انكم تكونوا مبسوطين من الشرح. تمام؟ تاني حاجه هنبدا نعملها، شايفين الاربعه اللي احنا خدناهم دول؟ بننزل من تحتهم من هنا كده لحد هنا، في لهم 3 مقاسات. دي المقاس الرفيع والمقاس المتوسط والمقاس التخين. احنا بنشتغل على ايه؟ دايما خير الامور الوسط. بنشتغل من لحد هنا 30 سم. هو في 28 وفي 31، احنا بنشتغل 30. 30 سم دول ثابتين لاي مقاس. تمام؟ بنرجع نعمل ايه بقى؟ نخش جوه. لو الجسم مليان بنخش 3 سم بس، لو الجسم رفيع بنخش 5 سم، على حسب شغلكم يا اجمل اخوات. احنا هنخش دلوقتي 3 سم. تمام كده؟ تمام قوي كده.
ايه المسافه اللي احنا خدناها دي يا ابو سما؟ ديت الدوران بتاع الجيرو اللي هنركب فيه الكم والاوفر سايز. بعد كده بنعمل ايه الخطوه اللي بعد كده؟ قبل ما نبدا الخطوه اللي بعد كده بقى يا اجمل اخوات، اللايك والشير لابو سما، وكل اخ واخت داخل معانا دلوقتي يعمل اللايك بتاعه، واللي عاوز يقدم في الكورس بعد ما نخلص اللايف مباشره هيقول لي يا ابو سما عايز اخش الكورس ابو 100 جنيه اللي فيه قص وتقفيل على المكنه. بناخد الطول اهو يا اجمل اخوات، الاساس ال100 كام؟ 145 سم خدناهم اهو. بنبدا نيجي بقى ايه؟ نعلم على الطول الاساسي بتاعنا اهو بنفس الشكل. الزياده اللي تحت دي ايه يا ابو سما؟ الزياده اللي تحت دي ال10 سم بتوع الرافيه. تمام؟ قادرين ال 73 اللي معانا دلوقتي يكملوا اللايف معانا ال100؟ هتوصلوا ابو سما ال100؟ قادرين قدها وقدود انا متاكد. يلا ابو 77 يا اجمل اخوات، يلا يا حبايبنا عشان نخش بقى في الشرح الدقيق بقى واحده واحده. بنبدا نوصل النقطه دي بالطرف ده. انا حاطط المسطره على الدخول اللي احنا خدناه. تمام؟ بدايه الخط اللي هشده، بدايه الخط اللي هشده اهو من ناحيه جوه، من ايه من ناحيه الدخول اهو. ده اول بدايه الخط اللي هشده اهو، وبطلع من هنا على نهايه القماش خالص وابدا اخد الوسع بتاع الاسدال بتاعنا اهو. تمام كده؟ تمام. طب انت يا ابو سما وانت بتقيس وسع الاسدال قلت هنزود 10 سم. احنا بنقيس الوسع الاساسي اهو، الوسع الاساسي 30. تمام؟ شايفين المسافه دي من هنا لهنا كام؟ 5 سم. لو جيت حسبتيها هتديك 10 من الامام و10 من الخلف، بس بتتحسب 10 سم بس. ليه؟ عشان كده كده في صدر وظهر، يبقى هي. يبقى احنا كده اجمل اخوات عملنا الباترون للاسدال. في بقى تركايه بسيطه انا كنت بعملها في الاسدال كانت بتتوه المتابعين. شايفين دوران الظهر اللي انا واخده ده؟ احنا قلنا نزول 3 في العرض 4 على 4. هنيجي بقى على الصدر نرسمها برضه. هنيجي هنا من اول فوق خالص لحد هنا ناخد 10 سم اهي بنفس القسم على 4. يبقى احنا كده عملنا ايه يا اجمل اخوات؟ قسمنا الباترون على 2. يا رب يكون طريقه الشرح النهارده سهله وبسيطه، ويكون رسم الباترون واضح معاكم يا اجمل اخوات. اهي انا هشوف التقدير لكم ابو سما في الفيديو ده. يبقى كده الباترون بتاع الاسدال كامل معانا اهو من كل حاجه. نبدا نقص ونتوكل على ربنا. يلا يا اجمل اخوات نبدا نقص الاسدال بتاعنا اهي. احنا هنبدا الوقت في القص هنشتغل على ايه؟ على دوران الظهر اهي. من الكتف هنا نشيل دول. الكورس كامل 40 محاضره ب 100 جنيه ومعاهم 4 كتب لرسم الباترون قص وتقفيل. انا بقص الوقت على الظهر، بنزل على الظهر الاول اهو. طب والصدر ده يا ابو سام هنعرفكم دلوقتي الخطوه الجايه. يبقى احنا كده شلنا ايه؟ هنيجي بقى من هنا نبدا من تحت خالص اهي. هنبدا من ايه؟ من تحت يا اجمل اخوات اهو. اللايكات لابو سما والتعليق الجميل. ازيك يا استاذ احمد؟ مشرفنا ومنورنا اهي. بالنسبه يا حبايبنا لكورس التصاليح، لو انت عاوزه تعملي مشروع تصاليح بس، لو قلت لك ان هو كورس التصاليح ده هياكلك عيش احسن من الخياطه والتفصيل مش هتصدقي. هتقولي لا يا ابو سام انا متاكد ان كورس التصاليح ده لو فتحت بيه مشروع هتاكلي بيه عيش احسن من ان انت تفصلي وتقصي للمتابعين. تمام؟ وتقصي للزباين. بس ان شاء الله جاري تجهيز ايه؟ الكورس يعني، ومتاح للجميع. يبقى احنا كده قصينا الاسدال. ايه الفرق بقى يا ابو سما اللي انت هتعمله معانا دلوقتي؟ هنشيل الجزء الداخلي. الجزء الداخلي ده هنشيله كده اهو اهي. تمام؟ ال 84 يا اجمل اخوات عايزين ابو سما يدخل معاه 100 في اللايف ده. اللايف ده احنا بنحضر له من اول امبارح، دي الحصه الثانيه في المحاضرات في الكورس. يلا يا اجمل اخوات هنيجي بقى على الصدر اهو. في تغيير بسيط. ايه التغيير اللي في الصدر؟ شايفين الدوران ده؟ احنا قلنا هننزل 10 في نفس ايه؟ الوسع بتاعه اهو. بنقصه الاول. يبقى احنا كده شلنا ايه؟ الدوران اهو، دوران غويط. تمام؟ هنرجع نعمل ايه بقى يا ابو سما؟ نجيب المازوره بتاعتنا. الشغل اللي انا بعمله ده للباترون الاساسي، اشتغل الجميع المقاسات بنفس الطريقه. ولو عاوزه التقفيل على المكنه ان شاء الله موجود في الكورس. بنبدا بقى. انا قصيت ديت الاول ليه قبل ما اخد السوسته بتاعتي؟ عشان اما اجي اقيس من هنا 20 تمام واقوم قاصص هنشيل يبقى 6 سم اتشالوا. هتلاقي السوسته بتاعتك كام؟ مش مكمله 18 سم، فبتتوه المتابعين. فانا قصيتها وشلتها خالص. ليه؟
عشان ابدا اقيس تاني من تحت الدوران ال 20 صافي اهي، واخد الخط بتاعي. الخط اللي انا عامله ده لايه؟ لتركيب السوسته يا اجمل اخوات. ال 89 اللي مع ابو سما ما عادش الا 10 ويبقى اللايف بتاعنا داخل معاه كام؟ داخل معاه 90. يلا يا اجمل اخوات بنبدا نفتح السوسته اهو. يبقى احنا كده عاد معانا ايه؟ في الاسدال ظهر وصدر اهو. تمام اهي. عاد معانا ظهر وعاد معانا ايه؟ صدر يا اجمل اخوات. كده عاد معانا البتاعتين ايه؟ الاثنين بتوع الاسدال. الظهر بتاعنا ده عايزين منه اي حاجه دلوقتي؟ لا اركنه، نركن الظهر. نيجي على الصدر بتاعنا، عايزين من الظهر الصدر ده حاجه؟ اكيد يا ابو سما الصدر ده في لسه حاجه. ازاي هنعمل السفره اللي هنطلع بها تركيب السوسته بتنظيف؟ نعملها ازاي؟ انا لما كنت بشرح معاكم وقلت لكم هننزل 3 و4 معظم المتابعين اتلخبطوا. بصوا بقى يا اجمل اخوات، مش انا قايس من هنا لحد هنا 20 لحد هنا 20، برجع انزل بقى هنا من تحت الفتحه دي، يعني باجي على نهايه الفتحه من اهو بالظبط وانزل نزول 3 سم اهي. الثلاثه اللي انت شدتهم دول ايه يا ابو سما؟ هعرفكم الوقت. بنخش بالثلاثه دول لحد نهايه القماش اهي. تمام كده؟ تمام. برجع هنا تاني اخش بنهايه القماش اهي. احنا دلوقتي بنعمل دي ليه؟ هنبطن الصدر كامل عشان لما نيجي نركب السوسته بتاع الاسدال تطلع مظبوطه بالملي. تمام اهي. ديت السفره بتاعتنا بتبقى طالعه كده يا حبايبي. هبينها لكم اهوت اهي. كل اللي علينا بنعيد على الاطراف ده اهي اهي بنفس الشكل اهو. بصوا يا حبايبنا، انا راسم انا راسم السفره دي ليه؟ انا رسمت لكم السفره على الصدر عشان اعرفكم احنا هنقصها ازاي. كل اللي علينا بقى بنجيب ايه؟ حته قماش. هجيب لكم قماشه لون تاني عشان تبقى ظاهره معانا. ثواني. اجيب لكم حته قماشه تانية عشان تبقى ظاهره معانا يا حبايبي اهي. شايفين؟ اهم حاجه القماشه تكون ايه؟ مساويه من هنا. ونيجي نحط القماشه كده اهي. ونيجي نركب الصدر عليها كده بنفس الشكل زي ما هتجيب معانا بقى. جابت معانا اخر طرف القماشه مفيش مشكله. ما جابتش اخر طرف القماشه يبقى اهم حاجه ننصص الخط ده ما بين المسافه دي والمسافه دي. نخلي الكتف ده قد ده. تمام. ونبدا نعمل ايه؟ اهو. نلف حوالين القماشه اللي بره دي اهي. كل اللي علينا بنعيد على دوران الرقبه اهو، ما بنعملش حاجه اهي. ونبدا نجيب المقص بتاعنا ونشيل السفره. تمام كده؟ فكره اي لخبطه اهي. كل اللي انا عملته حاجه بسيطه جدا تسهل عليكم الموضوع اكتر ما يكون. تمام اهي. تمام كده؟ تمام. هنبدا نعمل ايه بقى؟ كل اللي علينا هنشد دي لبره اهو اهي. اهي اجمل اخوان. السفره طلعت معانا ولا ما طلعتش في دقيقه اهي. تمام؟ تمام. هنبدا نعمل ايه بقى؟ شايفين فتحه السوسته دي؟ كام؟ فتحه السوسته ديت 20. نعلم 20 اهو ونقف عندها ونفتح ال 20 سم. طبعا انتوا هتعملوا من نفس القماشه عشان برضو تبقى ايه؟ مديه معاكم احسن. انا عامل لكم من قماشه ثانيه ليه؟ بحيث ان القماشه تبقى ظاهره. انا مش عايز اي حد يبقى زعلان في الفيديو ده. تمام؟ ربنا يكرمك يا رب. وبصوا يا حبايبنا، ده الرقم اللي هتتواصلوا معايا في الكورس اهو. طريقه سهله: 0 10 9 44 2 16 75. تمام اهو. هثبت لكم الرقم برضك اهو. والله الرقم راح، يا ريت حد يثبته منكم. تمام؟ يبقى احنا كده ايه؟ نخش بقى على اهم خطوه في الاسدال. هنيجي ازاي نطلع الاوفر سايز. ازاي نطلع كم الاوفر سايز يا ابو سما خطوه بخطوه. بصوا يا حبايبي اهي. هنجيب القماشه الباقيه. القماشه الباقيه ديت حته كبيره مش شويه اهي. قبل ما نطلع الكم بتاعنا ونحضر القماش بنرجع نعمل ايه يا ابو سما الاول؟ هنركن الصدر اهو عشان نبقى ماشيين بالدقه. كل اللي علينا هنجيب القماشه بيبقى عرضها 75 مجوز في متر ونص. هنيجي نقيس من هنا كده لهنا كام؟ 60 سم. 60 سم 60 سم. ال 60 سم دول معلش يا حبايبنا الواحد تعبان بس شويه. ال 60 سم دول يا حبايبنا اهو هنطلعهم لايه؟ للطرحه قبل ما نطلع الكم عشان ما نهدرش في القماش ونرجع نزعل بعد كده اهي. في طرحه عرضها 50
وفي طرحه 60. احنا بنطلع الطرحه بتاعتنا كام؟ الطرحه بتاعتنا بنطلعها عرض 60 في ايه؟ في القماشه اجمل اخوات. تمام؟ يبقى احنا كده طلعنا الطرحه بتاعتنا والتنظيفه والظهر. لسه بقى اخر حاجه في الاسدال اللي هو الكم بتاعنا. نرجع نجيب الصدر اهو ونفرد القماشه قدام. تمام؟ ركزوا بقى كده يا اجمل اخوات. شايفين المسافه دي؟ المسافه دي بنيجي نقلب الكم بتاعنا اهو. اهو. اهم حاجه في الموضوع، اهم حاجه اللي هتطلع لك الشغل نظيف، شايفه دي من فوق يكونوا مقفولين كلهم. تمام؟ اهي. وتحطها قصادها بالظبط وتاخدي العلامه اهي. تاخدي بقى الطول بتاعك منين؟ الطول بتاخديه من هنا. ليه؟ من بعد دوران الرقبه اللي هو من هنا. لان ده الاوفر سايز. تمام؟ وزي ما يجيب معاك بقى بتاخدي لحد هنا وتسيبي ايه؟ 6 للاسوره. وتاخدي الطول بتاعك اهو. اهي. ده الطول الاساسي مثلا بتاعنا. بناخد الوسع بتاعنا كام؟ 17 سم. بعد ما ناخد ال 17 بنبدا نحدد بقى ايه؟ الوسع اهو مع الدوران مع الوسع اللي قدام. اهي. يبقى احنا كده ايه؟ رسمنا الكم بطريقه بسيطه جدا. اللايكات لابو سما والتعليقات في اللايف ده، بتمنى من كل اخ واخت داخل معانا يدعم ابو سما في الفيديو ده. واللي عاوز يقدم في الكورس بتاع القص والتقفيل على المكنه وياخد 4 كتب لرسم الباترون وشهاده خبره يكلمني انزل له الكورس. على ما نعمل كورس التظبيط، واللي عاوز يشترك في كورس التظبيط هعرفكم في لايف مباشر الميعاد اللي هنعمل فيه الكورس امتى، وهنوزعه على الناس برضو ب 100 جنيه بس. تمام؟ تمام. يبقى احنا كده طلعنا الكوم. هنطلع الاسوره ازاي بقى يا ابو سما؟ 12 لفه 25 في عرض 6. يبقى 25 في 6 اهو. 25 في 6 مجوز. هنطلع بهم الاسوره اهي. بأمانة الله قولوا لي ايه رأيكم في الشرح ده النهارده؟ ايه رأيكم في شرح ابو سما النهارده في الفيديو ده؟ والإفادة اللي انتوا استفدتوها من الفيديو ده النهارده. وده كان تاني درس في السلسلة. زي ما انا بقول لكم يا اجمل اخوات، بالله عليكم ما تهبطوا اخوكم وخلونا نكمل السلسلة. السلسلة ديت مكونة من 40 درس. لو ساعدتوني فعلا في الفيديوهات دي وحسيت في تفاعل وفي تقدير، والله يا اجمل اخوات هنمشي مع بعض في الفيديو في السلسله دي ال 40 محاضره. واللي مستعجل بقى معانا، اللي مستعجل وعاوز ياخد كورس لتعليم الخياطه من الصفر، سعر الكورس كامل ب 100 جنيه بس. هنزل له الحاجات دي قص وتقفيل على المكنه كامله من البدايه للنهايه. وكمان ايه؟ في متابعه، يعني بتابع معاكي في الكورس درس بدرس. تمام؟ يبقى المقاس ده اهو ماشي سمول ولارج واكس لارج و2 اكس و3 اكس لارج. لو عاوزه تعملي 4 اكس لارج اعمليه 4 اكس. تمام؟ معاكي 5 مقاسات او 6 مقاسات في مقاس واحد. تمام؟ اظن مفيش اسهل من كده. تمام؟ اهي. يبقى احنا كده يا اجمل اخوات مع ابو سما الشغل طالع معانا خطوه بخطوه مظبوط. فبتمنى التقدير لاخواتي وحبايبي. تمام؟ اهي. ده كان فيديو النهارده. انا هستنى هقرا التعليقات في الفيديو ده تعليق والمشاركات اللي انتوا هتعملوها في الفيديو ده. تمام؟ عاوز تقدير يا اجمل اخوات ما تهبطوش ابو سما وخلوني نكمل معاكم السلسله. وان شاء الله بامر ربنا زي ما احنا اتفقنا هنعمل مع بعض كورس تشطيب مكون من 20 محاضره، كورس تصاليح. يلا يا حبايبنا اللي عاوز يخرج يتفضل، وبس يعمل اللايك قبل ما يدخل.